Un voyage de 1000 lieues peut commencer par un seul pas. Notre voyage a débuté par une mélodie. The journey of 1,000 miles starts with a step. However, our own journey starts with a tone. باللغة الفرنسية والإنجليزية ولغتنا الأم العربية، جميعها تفيد بأن السيمفونيات التراثية اليمنية بدأت بنغمة وقبلها فكرة لمشروع فني يمني يتجول في بقاع العالم لإظهار التراث الفني اليمني بطريقة حديثة ومختلفة. تستمر التجهيزات الخاصة بحفلة نغم يمني في باريس بإيقاع منتظم وترتيبات مختلفة بعد خوض فريق العمل عناء السفر من اليمن إلى السعودية وصولا إلى عاصمة الفن والثقافة باريس. يتحضر فريق السيمفونيات التراثية نفسياً وذهنياً لإقامة الحفلة المرتقبة ليوم غد في مسرح موغادور الفرنسي بعد إقامة بروفات مختلفة لطاقم العمل من العازفين إلى الكورال إلى الإيقاعيين اليمنيين ودمجهم مع الفريق الفرنسي المشارك في الحفلة وخلق انسجام فني بين فريق العمل بالكامل. حيث سيتم تقديم 10 مقطوعات موسيقية أوركسترالية مستوحاة من الفنون اليمنية المختلفة وتنفيذ بعض العروض التراثية اليمنية أمام أشهر معالم باريس لتعزيز التقارب الثقافي والفني بين اليمن وفرنسا. ولأن الفن يحاكي مشاعر الإنسان الداخلية، لم ينسى فريق العمل من كانوا معهم في مشوارهم الفني وفارقوا الحياة بقضاء الله وقدره، إذ خصصوا فقرة إنسانية تحت عنوان لمسة وفاء تتحدث عن عازف العود الراحل أحمد الشيبة والإيقاعي الراحل ماهر سعيدان اللذان شاركا في حفلات سابقة. تأتي حفلة نغم يمني في باريس برعاية كريمة من مؤسسة حضرموت للثقافة ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية والسفارة اليمنية في باريس. بغينا المكلا بحلتها المختلفة والجديدة سنسمعها يوم غد في حفلة نغم يمني في باريس ضمن مشروع السيمفونيات التراثية اليمنية. محمد الراعي لبرنامج صباح اليمن اليوم، القاهرة.